مع بعض نسوي له العطور، عطر الورد والهذاك المجموع والحرمين والصدف نخلط منه، نسوي له من كل نوعية مثل النوع. والريحة المميزة هذا من الظفران. من الظفران. ايوه من الظفران والعود تكون ريحته، بس والريحة عاد وتاخذ ريحة العطور، لكن هو الظفران مميز هذا. ريحة الظفران هذا حال كله. هو اللي يميز البخور. البخور هو اللي يميز البخور، لكن عاد العطور يميز، تسوي عطور خفيف بيكون ريحته غير. لو في ظفران لكن ما تجي حلو. غير يوم تسوي له عطور الغالي يعني الزين كان يستوي حلو. يعني البخور إذا حطينا له عطور غالية يجي ريحته أحلى. أيوة. ومثلا عود حلو، عود الغالي يزيد من الظفران شوية. الظفران ترى هو كله ظفران. أيوة. هذه كلها ظفران. ظفران وعود. عود هي بس عود قليل، ما تكون كمية الظفران مثل العود. أيوة. لو كان كمية الظفران 6 كيلو، نص كيلو العود ناخذ له. هذه الظفران نحرقهم، وبعدين ناخذ محلب، ناخذ محلب حب ونطحنه، ونسوي الظفران المحروق مع هذا، نسوي له جوز وهيل، جوز الطيب. أيوة. وهيل وقرنفل، نخلطه ندقه ونطحنه ونخلطه مع بعض، ونسوي له زباد ومسك، مسك البحريني يسمى، نسوي مع بعض وعاد نخلطه ويجيه ذاك اسود ويخليه على الشعر. في البخور بس للنساء او حتى للرجال؟ للرجال. شيء للرجال. انواع للرجال؟ للرجال هذا. هذا للرجال. وهذا النوعية للرجال. هذا العود. ايوه. لكن ما هو هذا بعد عطره ما موجود، هذا لما سوينا تجربه ان هذا بعدني ما قادره اسويه، عطره تو اليوم بكره ان شاء الله بروح. اهم شيء نجحت التجربه. اي نعم تنجح، مسويه عاد مره. مسويه وخلص. عاد جبت غيره وعطره خلص ما وحيت له. ها؟ ايش سميتي؟ سميته عطر عود بعطر مخلط الامارات وزمزم. اسمي محفوظة بنت حمد بن سعيد العامرية من ولاية بركة. قمت بصناعة البخور من سنة 1986. تبنيت صناعة البخور عن طريق الهواية في البداية، كانت هوايتي جمع العطور، وبعد ذلك لما شفت أن المنتج ممكن أقدمه للمجتمع بطريقة طيبة، حاولت في صناعة البخور، والحمد لله صنعت البخور بطريقة. حاولت اني اجدد صناعه البخور، يعني كانت امي في البيت تصنع البخور واخواتي يصنعوا البخور، في مجتمعنا ايضا صناعه البخور صناعات مختلفه. هي في الازل كانت موجوده، بس انا حاولت ان انا اطور صناعه البخور من حيث الشكل والمضمون. كل صناعات البخور اللي يترجمها عقلي اصنعها، البودر والجامد والاشكال المختلفه اللي انت تشوفيها الحين امامك. هذه عباره عن يعني عطور مع عود وظفران وصندل مكس كله مع بعض. البخور القديم كان يعني عبارة عن، تعرفي لأن احنا ما كان عندنا العطور، ما كنا متوسعين في معرفة العطور أيضا، يعني احنا كنا نعرف كميات قليلة جدا من العطور، وكانت توصلنا بشكل شاق أكثر من الحين. الحين الأسواق كلها متوفرة فيها البخور والعود والظفران والعطور أشكال وأنواع، فيها العربية وفيها الفرنسية والشركات وكذا يعني. فلما انتقينا البخور على اساس انه كل بخور يكون له خلطته الخاصة. أيوة. يعني اختلف في صناعة. اختلف طبعا، لانه كان زمان احنا نستخدم ورق الورد المجفف في صناعة البخور على اساس انه يعطي عطر الورد في البخور ذاته. الحين احنا استغنينا عن الورق المجفف واخذنا عطر الورد، لان عطر الورد صار متوفر في الاسواق اكثر. الصندل كذلك، احنا ما عندنا صندل في عمان، ولا عندنا ورد، عندنا ورد بس قليل جدا. أيوة. ولا عندنا ظفران، الظفران هذا يجيبوا من المحيطات، من تايلاند، من تنزانيا، من الهند. عندنا في عمان بس اللوبان فقط، لكن نجده في الاسواق العمانيه ونشتريه من الاسواق العمانيه. يعني عندك المواد هذه تشترينها من برا؟ اشتريها من الاسواق العمانيه اذا كانت متوفره، واذا ما متوفره اروح دبي، واذا ما في دبي في الهند. طبعا هي صناعة البخور صناعة يعني نوعا ما فيها شيء من الصعوبة، ما سهلة جدا يعني، أبدا ما سهلة، أبدا ما سهل صناعة البخور.
العود يا ان ناخذه كذا يعني نبخره بالعطور، او ان نخليه مخمر بهذا الشكل، او ان نقوم بطحن العود ونضيف الى العطور والمواد على اساس انه اذا حبيت العود بروحه بس تضيفوا له مثلا ايوه يعني هذا مثلا عود مبخر، في تقنيه خاصه في صناعه العود المبخر، وفي تقنيه خاصه في صناعه العود المخمر اللي هو هذا بس مغموس يعني نخمر العطر ثم ان نضع حطبات العود داخل العطر. هي سهل يعني ممكن يكون ايوه، بس هذه صعبه جدا، تبخير العود هذا صعب جدا. اللبان طبعا هذا اللبان الحوقري مخلوط مع عود او هذا ايضا مبخر بطريقه ما مخلوط، هو ايوه فيها انا اضيف له حطبات العود لمجرد المنظر فقط، بس العود هذا انا ايضا قصد اللبان هذا اللبان اجيبه من صلاله، ويسموه هو اجود انواع اللبان العماني، اسمه ريح الجنة. ايوه وتضيفي له بس واضيف له طبعا ايوه اضيف له العود واضيف له ايوه ما تضيفي له مثلا عطور لا في تقنيه خاصه ايضا في صناعه، لان لاحظوا هو ما في عطور. ايوه في خنة العود، في بشرى عمان، في اسهر معي، والاحساس، ليله النور، ريح الجنوب، المعموره، زهور، العامريه، اصاله، مروج، مذهله، عود مخمر، ورديه في بعد كثير ما شاء الله. ثراء عندي ايضا، خطاف، سيح المحامد، ايش بعد هنا، ونس ووجد ودانه والباشق. شو اكثر البخور الاقبال عليه؟ لكل زبون ذوقه الخاص في انتقاء البخور.